السلام عليكم متابعينا الكرام على صفحة آدم محمد علي وجروب كرة مع آدم. الفيفا تحسم الجدل وتقرر منذ قليل إسناد البطولة كأس العالم للأندية إلى المغرب، ومن المقرر أن يشارك 7 أندية في بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام في الأول من فبراير إلى 11 من فبراير. وحسب اللائحة فإن الأهلي سيشارك في البطولة كوصيف لبطل أفريقيا، حيث لا تسمح الفقرة الرابعة من لائحة كأس العالم للأندية ومشاركة فريقين من دولة واحدة، حيث سيشارك الوداد بصفته مستضيف البطولة والأهلي كبطل أفريقيا. الفرق المشاركة في البطولة حتى الآن: الوداد البيضاوي مستضيف البطولة، الأهلي وصيف أفريقيا، ساوندرز الأمريكي بطل كونكاكاف، ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا، والهلال السعودي بصفته بطل آسيا بصفته حامل لقب آخر بطولة، حيث لم تنتهي بطولة دوري أبطال آسيا التي ستمتد إلى شهر سبتمبر من عام 2023. وفلامينجو البرازيلي حامل لقب كوبا ليبرتادوريس. وكانت البطولة قد أقيمت من قبل بهذا النظام، حيث في عام 2007 التي نظمت في اليابان كان فريق أوراوا ريد دايموندز حامل لقب دوري أبطال آسيا وهو بطل الدوري في نفس الوقت، وهو ما ينطبق على الهلال، حيث شارك أوراوا ريد دايموندز كمستضيف للبطولة، وشارك وصيفه في دوري أبطال آسيا سبهان أصفران كوصيف لبطل آسيا. وفي عام 2008 أقيمت أيضا البطولة في اليابان، وشارك جنب أوساكا كمستضيف البطولة وهو بطل دوري أبطال آسيا وبطل الدوري الياباني، وشارك أدلايد يونايتد الأسترالي كوصيف لبطل دوري أبطال آسيا، وواجه الأهلي في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس. وتعد هذه المشاركة هي الثامنة للأهلي في بطولة كأس العالم للأندية بعد 2005 في اليابان، 2006 في اليابان، 2008 في اليابان، 2012 في اليابان، 2013 في المغرب، 2020 في قطر، 2021 في الإمارات، حيث حقق الأهلي المركز السادس في 3 مناسبات: 2006 في اليابان على حساب فريق كلوب أمريكا المكسيكي نتيجة 2-1، 2020 على حساب بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي بدون أهداف، 2021 بعد فوز على الهلال السعودي برباعية نظيفة في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع التي أقيمت على استاد النهيان في الإمارات. ومن جهة أخرى يلتقي الأهلي اليوم مع فريق فيوتشر في بطولة الدوري الممتاز في إطار مباريات الأسبوع السابع من الدوري الممتاز 2022-2023. الأهلي يتصدر قمة الدوري برصيد 18 نقطة من 6 مباريات،